السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، ووحشني التصوير والكلام معاكم، بس والله العظيم غصب عني. زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم ليه التأخير ده كله، بس تعالوا الأول نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونشوف بس مقادير الكيك الحلوة دي واحنا بنعملها كده نتكلم مع بعض. بصوا، انا حطيت هنا 5 بيضات وحطيت عليهم كيسين فانيليا. هقلبهم كويس قوي بالويسك عادي كده، مش مستاهله اي عجان ولا اي مضرب بيض ولا اي حاجه. بعد كده هحط عليهم كوبايه ونص سكر. هقلبهم برضو كويس جدا مع بعض. انا بحب الكيك بصراحه، احب اعمله كده باسهل طريقه كده يعني. بعد كده حطيت عليها كوبايه زبده، وهحط عليها نص كوبايه زيت. بس انت ممكن تحطي كوبايه ونص زبده، ممكن تحطي كوبايه ونص زيت، زي ما انت عايزه. انا عامله مقدار ونص، لو مقدار واحد بحط كوبايه واحده بس. هقلبهم كويس جدا جدا مع بعض كده. الاول حطيت الزبده بس الاول، بعد كده هحط نص كوبايه الزيت، وهقلبهم برضو كويس جدا مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه ونص من اللبن. ممكن تنزلي بيهم عصير، ممكن تنزلي بيهم كوبايه زبادي وكوبايه لبن، زي ما انت عايزه. بس انا حطيت في المقدار ده، حطيت كوبايه ونص لبن. بعد كده معايا 4 كوبايات من الدقيق منخولين، بس هنخولهم تاني. لازم الدقيق يعني في الكيك بالاخص يتنخل اكتر من مره. حطيت عليهم كمان كيس بيكنج باودر، وحطيت او كيك شيف زي ما انت عايزه، ورشه ملح صغيره. هنخولهم كده. بصوا كده اتنخل بقت حلوه ازاي. واقلبهم كويس جدا مع بعض. هقلبهم كويس، وبعد كده هفصل العجين او المقدار ده. هفصله على كيسين، كيس هيبقى فانيليا عادي، والكيس التاني احط عليه معلقه كاكاو. انا بحب احط في الكيس لاني هصب في قوالب، يعني في قوالب الكب كيك اللي هي الكوبايات دي، الورق دي. فانا لازم احط في كيس عشان اعرف اصب منه يعني. تعالوا بقى اقول لكم سبب التأخير ده كله كان ايه. من حوالي 15 يوم كده ابني رجع من المدرسة رجليه وجعاه جدا. يعني هو بيقول لي وجعاه قوي، بس ما كانش باين عليها اي حاجة خالص. خير في ايه؟ قال لي انا كنت بلعب مع اصحابي في البريك ووقع. زي كل يوم طبعا. بيقع يعني وقعات اللي هو بيقع مع نفسه، يعني محدش بيزوق او اي حاجة، يعني هو بيجري بيروح وقع. بس كان في اليوم ده حظه ما كانش احسن حاجة. فوقع يعني ما اهتمش بالوقعة، يعني وقع وقام خلاص. بس وهو جاي يطلع السلم بتاع العمارة قال لي رجلي بتوجعني. بصيت على رجله كده ما لقيتش فيها ولا اي حاجة، ولا جرح ولا كسر ولا اي حاجة خالص، غير انها بس بتوجعه. فقلت خلاص هتلاقيها بس مطرح الوقعة او اي حاجة، وكان لسه واقع يعني قبل ما يخرج يعني قبل ما يرجع من المدرسة. فهي تلاقي لسه وجعاه. قلت طب خلاص خش نام، ولما نصحى ان شاء الله تكون راقت شوية رجليك. هو دخل نام ساعة واحدة، بس ساعة واحدة. بصيت لقيته صحي، لقيته رجله وارمة جدا وزرقاء، وشكلها كده صعب كده، بس شكلها لا يوحي بان هو كسر، يعني شكلها كده مش بتاع كسر يعني. طبعا عارفين ورم الكسر بيبقى باين قوي. رحت، بابا كان وقتها رجع من الشغل، خده وراح بيه على طول على الدكتور. راح هو وبابا بس. فلقيته بعد ما راح، يعني انا بطمن بالتليفون، لقيته راح باعت لي الصور اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو دي. باعت لي الصور دي بيقول لي ابراهيم ابنك بيتجبس. بيتجبس يعني ايه؟ انا بعتاه للدكتور بصراحة. قلت الدكتور يعني هيكتب له يعني حاجة للتورمات اللي جت في رجليه دي، وللجزع والحاجات وكده وخلاص يعني، ورباط ضاغط وانتهى الموضوع على كده. لقيته لا، بيقول لي لا ده واخد عمل إشاعة ولقى ان رجليه حصل فيها تمزق شديد، وكمان العضمة اتحركت او لفت، مش فاكرة قال لي ايه. بس هي يعني لازم تتجبس. اتكلم بجد، قال لي اه والله لازم تتجبس، وهيقعد في الجبس 20 يوم. طبعا كانوا اصعب 20 يوم في حياة ابني طبعا، لان هو كان في الوقت ده عنده امتحانات في المدرسة. يعني كان اليوم ده كان يوم حد، وكان اول يوم الامتحانات. فكان لازم يكمل بيت الامتحانات، بس طبعا معرفش يروح.
طبعًا كانت مقعّداه ويعني مزرجنة عليه حياته يعني. فحبيبي صعب عليّا أوي، بس يعني كان الحمد لله عدِّت وقررنا نفُك الجبس الحمد لله. يعني شِدّة وتزول يا حبيبي اسم الله عليه، يعيش إن شاء الله كده وما ياخدش غيرها، ربنا يدّيه الصحة وطولة العمر. الحمد لله إنها جات على قد كده. بُصّوا هنا بقى أنا حطيت كده فضّيت كده كل المقدار في الكوبايات. في كوبايات خدت نُص فانيليا على كاكاو، وفي كوبايات خدت كاكاو بس. كان عندي بقى هنا chocolate chips حطيته، وحطيت كمان سمسم على الوش. أنا حطيت يعني الحاجات اللي متوفرة عندي بصراحة، كان عندي السمسم والchocolate chips. عايزة تحطي sprinkle ما فيش مشاكل، فواكه مجففة برضه ما فيش مشاكل. في الوقت ده كنت مسخّنة الفرن على 180، ودخّلتها خدت بالضبط 15 دقيقة، من 15 ل20 دقيقة على حسب الفرن بتاعِك يعني، بس ما باشغّلش الشواية ولا أي حاجة خالص. بُصّوا بقى طلعت عاملة إزاي. طلعت خفيفة جدًا، 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 وكان طعمها حلو جدًا، وسُكّرها كان مضبوط جدًا، جدًا، جدًا بصراحة. عايزة تزوّدي السُكّر في المقدار ما فيهاش أي مشاكل، بس دي يعني نسبة السُكّر اللي بتبقى مناسبة لينا يعني في البيت هنا. بُصّوا حلوة إزاي، كانت خفيفة جدًا، 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 وكانت حلوة أوي، أوي، أوي. خلاص كده خلصت الوصفة بتاعة الكيك. هادخل بقى معاكم في وصفة الmini بيتزا. هاعمل معاكم الmini بيتزا بطريقة سهلة جدًا، 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 وأحلى من الأفران 100 مرّة. تعالوا بقى نشوف كده إن شاء الله بإذن الله عملناها إزاي. حطيت بقى هنا كده في البولة دي كان فيها كيس خميرة، معلقة سكر كبيرة، كوباية دقيق، نُص كوباية لبن دافي، ورشة ملح. قلّبتهم كويس جدًا مع بعض، وبعد كده لفيتها بالstretch wrap وحطيتها في التلاجة. أهم حاجة تتحط في التلاجة. حطيتها في التلاجة لمدة ساعتين أو أكتر زي ما أنتِ عايزة. وبعد كده بعد ما طلعت كانت خمرت بقى وحلوة وبقت جميلة كده. أحسن الطريقة دي أحسن من 100 مُحسِّن خبز ممكن تحطيه في العجين. أو كمان اللي هو كنت باعمل الأول دقيق على النار بمَيّة وكده، دي أحلى 100 مرّة. هابقى أعملها معاكم مرّة اللي هو دقيق بمَيّة ده. بس بصراحة الوصفة دي كانت أسهل بكتير. بعد ما طلعت حطيت عليها ربع كوباية زيت، وحطيت عليها معلقتين من اللبن الباودر، وحطيت عليها كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. قلبتهم كويس جدًا مع بعض كده، وكان معايا نُص كيلو دقيق منخول. هابدأ أنزل عليها بقى كده حبة، حبة كده، وبعد كده يعني أحاول أدخّل العجينة اللي هي أنا كنت عاملاها في الأول دي في الدقيق، وبعد كده أزوّد عليها مَيّة وأتعامل عادي مع العجينة عادي. الحركة اللي أنا عملتها في الأول دي بتخلّي العجينة تحفة بصراحة في إيديكِ، بتبقى خطيرة، بتبقى قطنية جدًا، 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 بتبقى حلوة أوي، أوي، أوي. طيب نرجع بقى لموضوعنا إحنا كده بنعجن كده بصراحة. ليه أنا باعمل الكمية الكبيرة دي؟ دي علشان بقى بصراحة جاي لي ضيوف. الضيوف اللي جايين دول يسلموا على ابني، ربنا يا رب يديه الصحة يا رب. كان معاهم أطفال، فالأطفال ما لهمش في الفاكهة أوي بصراحة. يعني أنا الفاكهة مش ما لهمش فيها أوي، فأنا جِبت للكبار فاكهة وعصير وكده، لكن الأطفال الصغيّرة عملت لهم البيتزا وال والكيك، وكنت كمان عاملة وصفة cookies. عملت cookies كمية cookies برضه. بس ما عملتهاش معاكم في الفيديو ده، لإن أنا بالفعل كنت عاملاها من كام يوم يعني. هابقى أنزّل لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. فأنا عملتها وعملت عصير، وكان في كمان شوكولاتة وكده. كل ده كان موجود للأطفال يعني، عشان خاطر إيه، هُم ما لهمش في الفاكهة والحاجات دي بصراحة. هُم فرحوا أوي بالحاجات دي أكتر يعني. طبعًا أصحابه جايين يسلموا عليه من المدرسة، وقرايبه كان فيهم أطفال. وطبعًا إيه، يا حبيبي نعمل له اللي هو عايزه. ربنا يخليهم يا رب كلّهم كده ويديهم الصحة، وما نشوفش فيهم أي حاجة وحشة يا رب. الحمد لله على كل شيء. بُصّوا بقى هنا أنا عملت العجينة إزاي. أنا طبعًا نزلت على المفرش كده، بس قُلت بصراحة هيعرف يعمل معايا، بس ما رضيش يتعامل معايا خالص، بدأ يشد في العجينة وكده ويتلم كده. فرُحت جايبة الصينية دي. بعد ما جبت الصينية دي كده وحسيت كده خلاص العجينة كده خلاص شبعت مَيّة وما بقاش عايزة مَيّة خلاص، كده بقت حلوة جدًا. نزلت عليها بمعلقتين، أنا كاتبة معلقة بس هي معلقتين زبدة، سمنة، زيت، أي مادة دهنية أنتِ بتستعمليها حطيها مش هيجرى أي حاجة خالص.
بُصّي بقى، أول ما تحطيهم كده هتلاقي العجينة فكِّت منِّك كده وبقت مش عايزة تتلَم ودهولت الدنيا كده، بس ما تخافيش كمّلي عجن خالص، وبكل ثقة كده كأن الدنيا حلوة معاكِ، هتلاقي برضه إيه، هتلِم معاكِ وهتستسلم في إيدِك يعني هي بتبقى عجينة حلوة يعني. بس واحدة، واحدة كده ما تستربعيش عليها. بُصّوا، هتبدأ بقى خلاص كده أهي، تستسلم كده خلاص، هتبدأ تلِم بقى العجين، الدقيق والزبدة الموجودين دول. يعني كده بُصّوا، إحنا كده عملنا العجينة كده اللي هي عايزاه بصراحة. عملنا لها الأول المُحسِّن اللي إحنا عملناه في الأول ده، وكمان حطينا لها معلقة الزبدة اللي في الآخر دي، بتخلّي العجينة تحفة، بتبقى في إيديكِ كده زي الملبن كده، وبتبقى خطيرة وطرية وملمسها ناعم جدًا، جدًا، جدًا. تبدئي بقى تشتغلي فيها كده، وفي لحظة كده تحسّي إن العجينة مش عايزة تسيبيها، عايزة تقعدي تعجني فيها وبس، لإن هي بتبقى طرية جدًا، 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 بتبقى حلوة أوي، أوي، وسهلة بقى في العجن خلاص كده إيديكِ بقى كده ما بيبقاش فيها عجين، خلاص كده أنتِ بتبقي مبسوطة بقى كده من العجينة. طبعًا لازم العجينة تاخد حقها في العجن، لازم تاخد حقها، خاصةً المعجنات اللي هي الفينو أو البيتزا أو الحاجات دي، لازم تاخد حقها في العجن علشان تطلّعي الجلوتين اللي جواها كده وتبقى هشة من جوّه وفاضية كده، بتبقى حلوة أوي من جوّه. بُصّوا كده بقت عاملة زي الملبن وطرية جدًا، جدًا، جدًا وناعمة وحلوة أوي. هاسيبها بقى ترتاح كده حوالي ربع ساعة، بعد كده هارجع لها أقطّعها وأكوّرها كده زي ما أنتم شايفين كده، هاكوّرها كده يعني كده حجمها يبقى قد الليمونة، قد البيضاية الصغيّرة زي ما أنتم شايفين كده. أنا عايزة أعملها mini بيتزا صغيّرة، صغيّرة يعني خالص يعني، هاوريكم دلوقتي أنا هاشكّلها إزاي كمان، تشكيلها بيبقى سهل جدًا، جدًا، والtopping اللي أنتِ عايزة تحطّيه عليها حطّيه. أنا ما كانش عندي حاجة خالص غير الجبنة الميكس زيتون وطماطم بس وده اللي حطيته عليها. بُصّ باحاول أقطّعها صغيّرة إزاي، طبعًا بقى هنا حد هييجي يسألني سؤال بتعملي الحاجات دي كلّها إمتى رغم الضيوف داخلة خارجة عندي؟ الحاجات دي أنا باعملها بالليل. يعني بالليل خالص وإحنا بقى بنشطّب المطبخ بالليل قبل ما ننام، فرُحت باعمل الحاجات دي. ففي ناس بصراحة يعني في ضيوف جات لحقت الكيك بس والcookies ما لحقتش البيتزا، وفي ناس لحقت بقى الكل، بألف هنا وشفا. لازم طبعًا بالليل باروح مسلّمة المطبخ يعني نضيف خالص وباعمل الحاجات دي كلّها بالليل، ولو في كمان غدا حابب يجهز كمان قبلها بيوم، باجهّزه علشان خاطر بيبقى تاني يوم عندي في ضيوف الصبح وكده، فمش بيبقى عارفة أعمل غدا خالص يعني. بُصّوا قطّعتهم بقى كده كوّرتهم كده، أنا باعدّهم هنا عشان أشوف عملت قد إيه، كانت عاملة حوالي أكتر من 25 كورة يعني. سِبتها كمان ترتاح كمان ربع ساعة عقبال أمّا أعمل الحاجات الtopping بتاعها يعني. بُصّوا هنا أنا ما كانش عندي صلصة بيتزا طبعًا، حطيت معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة كبيرة صلصة، معلقة كبيرة صويا صوص ورانش، وقلّبتهم كويس جدًا مع بعض كده، وبس يعني هو ده اللي استعملته بصراحة. طبعًا كانت العجينة ارتاحت شوية، رُحت بقى إيه، في طبق صغير كده رُحت بإيدي يعني مش محتاجة أي حاجة خالص، وهاقطّع بالكوباية علشان أنا عايزاهم كلّهم مقاس واحد بصراحة. وأبدأ أخرّمها ب خِلّة سنان أو شوكة أي حاجة يعني، بس هي خِلّة سنان بقى يعني إيه، يعني عشان صُغر حجم العجينة بس مش أكتر. بُصّوا كده أبطّطها كده بإيدي كده، وبعد كده ما اخلّيهاش رقيقة أوي ولا تخينة جدًا يعني، لإن هي لسه هتعلى كمان في الفرن رغم إن أنا مخرّماها. بُصّوا كده بالكوباية كده، بس أنتِ لو عندِك قطّاعة، عندِك أي حاجة، التشكيل اللي أنتِ عايزة تعمليها مش عايزة تعمليها بالقطّاعة أصلًا خالص، وعايزة تكتفي بإنِّك يعني تعمليها بإيدِك كده،
تبططيها بإيدِك كده وخلاص وانتهى الموضوع على كده، ما فيهاش أي مشاكل خالص. بس أنا حبيت بصراحة أعملها بالكوباية، ولو عندِك قطّاعة أنا كان عندي قطّاعة بس بصراحة ما حاولتش أدوّر عليها يعني، فجِبت الكوباية اللي في وشي على طول، وأبدأ أخرّمها كده. هي بصراحة عملت معايا كمية حلوة أوي. بُصّوا هنا كان تمارا خدت حتّة من العجين تلعب بيها طبعًا، ده لازم. أول ما يشوفوني ماسكة الدقيق عايزين حتّة من العجين يلعبوا بيها، كنا كلّنا زمان كده وإحنا صغيّرين. هاعمل بقى الكمية اللي في الصينية دي وهاوريكم هاعمل إيه. زي ما شايفين كده أنا باخرّمها وبعد كده العجينة اللي بتفضل منّي بالمّها تاني على بعض واركنها على جنب تهدى شوية وبعد كده أبدأ تاني أكوّرها وأبطّطها تاني. بُصّوا بقى هنا هادّيها دهنة كده بقى بسيطة من الصوص اللي أنا عاملاه ده، من الصلصة اللي أنا عاملاها دي. طبعًا هي مش هتخمر تاني، هتخش الفرن على طول، يعني بعد ما أخلّص كده على طول هاروح مدخّلاها الفرن. البيتزا مش بتحب تخمر لإن أنا كمان أنا محمّراها كويس أوي، خمّرت العجينة قبل خالص اللي هي العجينة اللي في الأول خالص قبل ما أحط عليها الدقيق، وبعد كده خمّرتها ربع ساعة في ربع ساعة، فكده حلو أوي، أوي ليها يعني. بُصّوا بقى كده هاحط كده إيه، شريحة زيتون كده، بُصّوا، وهاحط عليها برضه حتة يعني مكعب كده من الطماطم كده وخلاص، وكمان هاحط عليها حبة جبنة من فوق الوش، وكنت مسخّنة الفرن ده في الوقت ده على درجة حرارة 200، هي بتخش على درجة حرارة عالية علشان ما تنشفش منّي، عشان هي صغيّرة مش عايزاها تنشف خالص منّي، تقعد في الفرن حوالي 10 دقايق بالضبط وبتخرج. ممكن تشغّلي عليها الشواية زي ما أنا شغّلت، بس أنا ندمت بصراحة إن أنا شغّلت عليها الشواية لإن هي خدت لون زيادة وأنا ما باحبش أشغّل الشواية خالص. بس أنا بصراحة قُلت أشغّل الشواية أدّيها لون، بس خدت لون زيادة منّي. بُص شكلها عامل إزاي، أحلى من 100 بتاعة أفران بصراحة. بُصّوا بقى كده خلّصت، هادخّلها بقى الفرن. ما قُلت لكم مش هتكمّل 10 دقايق، عقبال ما أخلّص الصينية التانية هتكون الصينية الأولانية خرجت على طول. حطيت بقى كده الجبنة كده، بُصّوا بعد ما خرجت عاملة إزاي، الجبنة بقى كانت ساحت ونزلت كده من عليها، كانت حلوة أوي، أوي. بُصّوا بقى ده اللي خَد منّي لون زيادة، أنا كنت زعلانة جدًا عليه بصراحة إن هو خَد لون زيادة. بُصّوا بقى هنا الcookies اللي أنا كنت عاملاه، طبعًا جالي ضيوف الحمد لله بألف هنا وشفا، كلوا منّه، هو كان لسه سُخن حتى كمان يعني، حتى الشوكولاتة كانت عليه لسه سايحة ادّاهولي إيدي، بس إيه، بُصّوا عامل إزاي، بنفس المقادير اللي أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده، هابقى أنزّل لكم الفيديو في صندوق الوصف. وآدي الكيك، كانت خطيرة وطرية جدًا، وكمان العجينة كانت حلوة أوي، 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 وكانت قطنية كده وتحفة بصراحة، البيتزا. الأطفال بقى كانوا ياخدوا كيك يفتحوها كده كان يبقى حلو أوي. بُصّوا عاملة إزاي من جوّه، كانت خطيرة، كانت طعمها حلو جدًا، جدًا، جدًا مع كوباية العصير، بألف هنا وشفا. دي بقى البيتزا، بُصّوا عاملة إزاي، طرية، بس هي كانت خدت لون منّي زيادة، أنا زعلت أوي بصراحة. بُصّوا قطنية إزاي من جوّه، تحفة، خطيرة. وبس كده، وبكده يكون خلص الفيديو، يا رب يعجبكم، يا ريت اللي يشوف الفيديو يدعي لابني وله بالمثل بإذن الله. ولو عجبِك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك، تشتركي في القناة، وتفعلي جرس التنبيه عشان ييجي لِك إشعار بكل فيديو بانزّله، وباي باي.